ازيكم؟ اهلا بيكم. عاملين ايه؟ هقعد معاكم 10 دقايق نتكلم فيها عن كل حاجة. نتكلم الاول عن بدائل الادوية، ايه الادوية اللي ناقصة وايه اللي نقدر ناخده مكانها، وفي نفس الوقت نتكلم عن اجابات الاسئلة. موضوع بدائل الادوية ده موضوع مزعج جدا، ان كل شويه عندنا دواء ناقص وعمالين نغير ده مكان ده، طب بلاش ده، طب خد ده، طب الدواء ده مش مريحني، طب الدواء ده تعبني، وهكذا. اول حاجه الميثوتريكسيت الاصليه موجوده بس قليله، فاللي بيلاقيها بياخدها تمام وبتتاخد عضل او تحت الجلد. طب ما لقيناهاش، مفيش بديل غير اليونيتريكسيت المصري اللي بتتعاطى عضل بس، او الاقراص. والاقراص انا عملت لكم فيديو قبل كده شرحت لكم الاقراص. توتة وأميرة كل سنة وانتم طيبين، شكرا. خلاص ده الميثوتريكسيت. طيب البلاكونيل أعتقد إنه متوفر هو أو بديله الهيدروكين. خلاص. المشكلة التانية الجديدة اللي هي السولوبريد. السولوبريد ناقص جدا، سواء 5 أو 20 بنبدله بنبدله بالإيبيكوبريد أو بالديسبريلون بنفس التركيز. إذا كان 5 يبقى 5، إذا كان 20 يبقى 20، وبنفس الجرعة اللي مكتوبة في الروشتة. دي النواقص اللي موجودة دلوقتي. جيجي محمد خلاص، هل هو الكورتيزون لازم على معدة فاضية؟ لا مش لازم، على الكورتيزون بتاخد بعد الأكل، مش على معدة فاضية ولا حاجة. تكتوكا بتقول إن عندها روماتويد سلبي وخدت حقنة البيتوفوس ارتاحت عليها وبقت كويسة، اللي مش بناخدها. مش عارف ايه السؤال، بس بصي الأدوية الحقن اللي فيها كورتيزون عالي دي بناخدها في الطوارئ فقط. والطوارئ بالنسبة لنا إن احنا بنديها مثلا مرة في السنة، لو العيان تعبان قوي ممكن مرتين في السنة. يعني لو اتنازلنا على الاخر خالص بقى وهنعصر على نفسنا ليمونه وعلى الاخر خالص يعني بقى عشان ما يبقى 3. لكن ما ينفعش كل شويه حقنه كورتيزون، لان كده احنا المريض بيتضر ومش بيتعالج مظبوط، واحنا مش بنعالج روماتويد كده، احنا مجرد بنخفي الالتهاب خلاص. لكن احنا في طوارئ محدده، فعشان كده خليكي تحت اشراف الطبيب. كتب لك البيتافوس مره في السنه، كتب لك مرتين في السنه، مش هيزود عن كده. خلاص. حامل بروحي الصرفيه زادت في جسمي جامد ومش عارفه اعمل ايه وركبتي تعباني قوي. طيب عندها صرفيه جلديه ومفصليه. انا مش عارف علاجك ايه يا حامل بروحي. انا مش عارف انت اصلا بتعالجي عندي ولا انت بعت الرساله مش بتعالجي عندي، انا مش فاكر. على العموم لو انت عندي ابعتي لي الروشته على الواتساب، هبص عليها واقول لك. خلاص. فاديه فتحي اهلا يا فاديه. خلف اهلا وسهلا. مين تاني؟ اميره غريب فيتامين د عندي 6. ده موضوع ناقص تاني. حقنة الديفارول، انا بفضل جدا حقنة الديفارول، نتائجها كويسة جدا ومش عارف ب 11 وب 15 جنيه. فالصح ان انت تاخدي حقنة ديفارول كل اسبوعين. طيب لو حقنة الديفارول مش متوفرة، في البديل بتاعها اسمها ديكابرينو، بس تقريبا كده ناقصة هي كمان. بس دول ناقصين بقالهم شهر، يعني مش فترة طويلة، فاحتمال يتوفروا يعني. فسواء حقن الديفارول أو حقن الديكابرينو في حالتك الفيتامين د 6 تاخديها كل أسبوعين لمدة 4 شهور. لو مش متوفرة هناخد حبوب. الحبوب في كوباد 10,000 كويس جدا، بناخد واحدة في اليوم لمدة 4 شهور. في سانسو دي 3 10,000 برضو واحدة في اليوم. في لايبوزوم، اسمه لايبوزوم، نسيت اسمه. لايبوزوم، مش لايبوزوم دي 3 باين، نسيت اسمه معرفش. بس يعني المهم دول 10,000 اللي تاخدي واحدة منهم في اليوم لمدة 4 شهور. هاجر وعمر محمد روماتيزم تيبسي فقاري عمره 13 سنة بياخد امبريل 25 ولا 50؟
لانه كان بياخد 25، الدكتور قال لي 50. 50 كويس. هو وزنه قد ايه؟ لان هو كده عمره على الحدود، فهو المفروض يبدا ياخد 50، بس ما يكونش يعني رفيع كده وزنه 40 كيلو ولا قليل يعني، ولا اقل من 40، لكن فوق ال 40 هياخد ال 50. طيب مين تاني؟ طيب ياسين علاء، ايوه من مصر يا ياسين. ايه تاني؟ عندي تآكل في الركبة الشمال ولفيت كتير واتشخصت فايبروميالجيا، وفي دلوقتي في الركبة اليمين وألم في الرقبة. طيب ايه السؤال يا يسري؟ انت كتبت قصة وما جابش ايه السؤال. أم البنات، روماتويد وبقالي كام يوم ظهري من تحت واجعني جدا، ممكن آخد ايه؟ يا أم البنات، الروماتويد ملوش أي علاقة بألم ظهرك. ألم ظهرك ممكن تكوني طبعا في رمضان الستات كتير وقوف كتير قوي، مجهود جامد، ممكن يعني مش عارف وضعك ايه بالظبط، بس يعني الوقوف الكتير بيعمل كده، القعاد الكتير بيعمل كده، شيل حاجة تقيلة بتعمل كده، التوطية كتير بتعمل كده. ففي الحالات دي أهم شيء الراحة، وعلى حسب الألم اللي عندك. انا مش عارف، بس ممكن تاخدي اي علاج عادي يعني يا ام البنات، تقدري تاخدي اي علاج زي اي شخص عادي. فمش هقدر برضه اقول لك حاجه محدده، لان انا مش عارف التفاصيل بتاعت حالتك والمعده اخبارها ايه والضغط والسكر والحاجات دي. سانسو. طيب شيري كمال بتقول ما لقيتش الديفارول ولا البديل، فلقيت السانسو. سانسو خدي واحده كل يوم، نفس المده اللي انا كاتبها لك في الروشته. طيب توتا رامي بتقول انا باخد العلاج بتاعي بس مش بعرف استغنى عن الارثروفاست. مشكلة المسكنات والكورتيزون، مشكلة المسكنات والكورتيزون. بصوا، في قاعدة عامة، انت لما بتمشي بدماغك غير لما بتمشي بدماغ الدكتور. خلاص؟ الدكتور مش ممكن يديلك كورتيزون كتير بجرعات زيادة عن اللي انت محتاجه عشان يخفي المرض وخلاص ونمشي كده. خلاص؟ ومش ممكن يديلك مسكنات طول العمر عشان برضو نخفي المرض وخلاص. ده مش هو الطبيعي. الطبيعي ان الكورتيزون والمسكنات بيتاخدوا في اقل ما يمكن. فالمسكنات سواء ارثروفاست او حتى اي مسكن من اللي انا بكتبهم يعني بيبقى فترة 15 يوم 20 يوم، يعني حتى انا في الروشتة اقصى مدة ممكن اكتبها الدواء مسكن هو شهر، لما يكون يعني في حاجة خطيرة. فالمسكنات المسكنات هي مضادات التهاب في نفس الوقت، احنا مش بناخدها عشان تسكن الألم، عشان تضاد الالتهاب، لكن برضو هي مش علاج ناخده طول العمر. فعشان كده بناخدها فترة ونوقف وتبقى عند اللزوم، وهي في العالم كله بتتاخد عند اللزوم، بتاخد مرة، بتاخد مرتين، مرتين في الأسبوع، مرتين في الشهر، كل ما نقلل يكون أحسن. خلاص؟ بحيث ناخد فايدتها وما ناخدش أضرارها، وفي نفس الوقت ما نتعودش عليها. يعني لما بتتعود على حاجة زي كده بيبقى أولا تأثيرها بيبدأ يقل، تأثيرها بيقل، وثانيا ما بتجيبش بقى نتيجة، يعني ما خلاص ما بتجيبش نتيجة زي الأول، تأثيرها بيقل، وثانيا بتتعود عليها بقى، فتبقى لا بتاخدها جايبة النتيجة المطلوبة ولا عارف تبطلها. خلاص؟ فعشان كده اللي بيكون عنده حاجة زي كده اللي برضه يسحبها بالتدريج، يعني وقف يومين في الأسبوع ولا حاجة. طيب نفس السؤال كاتبه أحمد إبراهيم، أنا باخد أركوكسيا باستمرار، ده صح ولا غلط؟ نفس السؤال اللي كاتباه الأرثروفاست قبل كده، بنفس الشيء، دي مش أدوية المفروض نمشي عليها على طول. طيب أسماء السماحي، عندي الحزام الناري وكشفت جلدية وادوني جابتن 300 وأسايكلوفير 400 ومرهم زوفيراكي ولا زوفيراكس وإيه فين. طيب طيب ما فيش أي مشكلة، مريضة روماتويد يا أسماء مظبوط، خدي العلاج عادي ما فيش منه أي مشكلة. طيب
لو نسيت اخد حباية دواء الرينفوك للروماتويد في الصباح او الظهر اعملها ايه؟ اخده لما افتكر عادي؟ خديها لما تفتكري عادي يا ديما. الرينفوك ده لسه منزلش عندنا في مصر، لكن المفروض انه هينزل يعني. لو نسيت اخد حباية دواء الرينفوك، خلاص يا ديما احنا جاوبنا السؤال ده. طيب شكرا يا ريهام عقل. بريدنيزولون ايه البديل؟ سوسن، ما هو بريدنيزولون هو بديله يا السولوبريد ومش موجود، يا ناخد بقى ايبيكوبريد او ديسبيريلون. طيب سولوبريد وهوستامارتين البديل اللي هو ديسبيريلون او ايبيكوبريد. احمد طيب تركيز 25 ياخد نفس مش موجودين كلهم؟ لا مش ممكن مش موجودين كلهم. احمد سعود كاتب الديسبريلون والإيبيكوبريد والهوستاكورتين والسولبريد مش موجودين كلهم، لا يعني لسه كان عندي حالة دلوقتي ماسكة الإيبيكوبريد في إيدها، وناس كتير جايبة الإيبيكوبريد ومورياهم. سلازوبايرين مش بديل الميثوتريكسيت يا أشرف عبد العزيز. طيب أيمن سعيد كشف عندي من 3 شهور وعندي روماتويد صدفي مفصلي وعندي ألم في الركبة ولسه العلاج البيولوجي منتظر، وكله سلازين وميثوتريكسيت وأرسفلين. ما تقدرش تزود حاجة عن كده غير لازم تاخد العلاج البيولوجي، إلا إذا مضادات الالتهاب اللي هتلاقيها مكتوبة في الروشتة لفترات مؤقتة دي ممكن نكررها يعني، لكن لازم العلاج البيولوجي في حالتك. حسن اسماعيل، هل سقوط شعر الرأس بالكامل والحواجب وشعر الجسم بسبب مرض مناعي؟ لا عادة ما بيكونش مرض مناعي، ده ثعلبة توتاليس معرفش إجمالية يعني في الجسم كله، دي دكاترة الجلدية هم اللي بيشوفوها مش احنا. كان في كلام على ان العلاج البيولوجي ممكن يجيب نتيجة في الحالات دي، بس برضو دكتور الجلدية هو اللي بيقرر. اذا قرر علاج بيولوجي ومحتاجنا في حاجة اهلا وسهلا، لكن هي دكتور الجلدية اللي بيقرر. طيب ايه تاني؟ متشكر جدا على القلوب اللي انتوا بعتوها كتير دي، متشكر جدا. ايه تاني؟ عائشة محمد، أنا عندي روماتويد باخد أرسل فري وهيدروكين من شهر، وقفت العلاج، كيف أقدر أرجع للعلاج؟ لا عادي تقدر ترجعي فورا مفيش أي مشكلة، لكن لو تعبانة يبقى ارجعي للدكتور أحسن يبدأ لك بطريقة مختلفة، لكن وقف الدواء كده غلط. مديحة إدريس، حقن الديفارول تتاخد لمدة كام شهر؟ والله هو حسب الرقم بتاع الفيتامين د، يعني عادة بناخد 4 شهور 3 شهور كده يعني. ديلسي بليز دكتور بحاول احجز بقالي شهور. حاضر يا ديلسي، ما احنا قلنا بس الايام دي عشان رمضان المواعيد ضيقة شوية عشان الفطار بيحكمنا وكده، يعني لازم امشي مثلا من العادة 5:30 بحدد العدد عشان كده، لكن ان شاء الله بعد العيد تبقى الامور احسن شوية. كان في الاسبوع اللي فات اللي هو الاستاذ اللي كان مع والدته ودخل في اللايف، الحمد لله جه كاشف يعني. اتصلي بس بالتليفون، يعني اتصلي الخميس، اصل هو هيحجز العدد المحدد بالتليفون، فاتصلي الخميس الساعة 10 هيحجز لك، والواتساب اللي هو 010722413 احيانا بيقدر يساعد. محتاجين نحجز ام اليسر. حاضر يا ام اليسر، ما نفس الطريقة كده. والله برضو هبقى اعمل مرة لايف اخد فيه 10 ولا حاجة من الناس اللي كتبت عايزين نحجز زي ما عملت قبل كده. حاضر. طيب
تقريبا كده خلصنا معظم الإجابات. دينا حجازي، ايه افضل علاج للروماتويد، البيولوجي ولا الافارا لو الروماتويد نشط؟ لو في ايدي الاختيارين اختار البيولوجي طبعا، يعني لو اقدر اخد ده او اخد ده اخد البيولوجي. طيب، هل الروماتويد بيعلي ضغط الدم؟ نسرين زكريا، لا مش بيعلي ضغط الدم. طيب تقريبا كده خلصنا. أصل فيه وهيدروجين، خلاص جاوبنا السؤال ده. عايزة أحجز مانو كنزي. حاضر حاضر والله يا مانو كنزي، انت بس اتصلي الخميس الساعة 10 الصبح وابعتي النهاردة على الواتساب 01000 722 113، يمكن يقدر يقولك على حاجة يعني. بس هو الأيام دي صعب إن نضيف أي حد، يعني هو لو حاجز عدد وأنا زودت حالة، الحالة دي هتعدل بعد الفطار، فعشان كده مش قادر أزود حد. لكن إن شاء الله بعد العيد ممكن نقدر نزود ناس. خلاص، أشوفكم على خير. أنا قلت لكم كل الإجابات وكل البدائل. ريما ديما محمد، شكرا يا ديما. إن شاء الله أشوفكم على خير. خلوا بالكم من نفسكم، ما نعملش مجهود جامد، ما ناكلش سكريات وزيوت ودهون كتير، ما نعكش في الأكل على قد ما نقدر. الستات ربنا يكون في عونهم، ما يقفوش كتير، يعني انا عارف الستات في شهر رمضان بيتعبوا، سواء اللي بتقف في المطبخ سواء اللي بتصلي سواء اللي بتشتغل يعني، ف العبء بيكون كتير عليهم شوية، فالحالات بتتعب شوية، فنحاول نقف شوية ونريح شوية والناس تساعدهم في البيت يعني. يلا نشوفكم على خير، باي باي، نشوفكم على خير.